البيت الفني زي ما قلت. ايوه. احكي لي عن ظروفك الاولى يعني، وحياتك مع ليلى مراد واختك يعني ووالدك، وازاي دخلت على الفن. انا دخلت على الفن، انا اولا انا من مواليد القاهره، والغريب في الموضوع ان انا مولود على باب جامع. والله مش معقول. جامع ابو خوده ما يزال موجود عندنا في العباسيه في شارع النزهه. يعني ايه مولود على باب جامع؟ يعني والدتي ما قدرتش تكمل المشوار لغايه ما تطلع الشقه على الباب. يعني حصل حاجه غريبه جدا. وبعد كده سافرت اسكندريه على طول. كان سني 3 سنين، لان كانت ستي بتحبني جدا، فقالت اخده وهربيه هناك. وفعلا دخلت الخرنفش ودخلت الليسيه، وقعدت حوالي يجي 16 سنه في مدارس ابتدائيه. وبعدين طبعا مجنون فن، اشوف صور اختي، اشوف صور ابويا، اسمع مش عارف ايه بيغنوا، بيقول اخوك ابوك اختك. وطبعا ما انساش يعني الواقع اللي هو حاصل لنا من بيئه كلها. يعني والدتي كانت بتغني وتضرب عود كويس قوي، يا سلام، كان صوتها حلو قوي. مرحوم اخويا كان صوته جميل. مراد اخويا اللي موجود حاليا في فرنسا. اختي ملك مطربه من المطربات الكبار جدا في امريكا، وصوتها 10,000 مره بيني وبينك، بس ما حدش يقول احسن من ليلى مراد. بكلمك جد، شيء حاجه جميله، صوت حلو. طب ما بيجيش ليه؟ اللي حصل طبعا انها سافرت على المغرب هي وجوزها، لانها اتجوزت واحد مغربي، وبعدين سافروا المغرب وابتدت يعني تنتشر في المغرب، وبعدين سافرت بعد كده على امريكا والمكسيك. وهي عماتي كلهم يوسف ونسيم وزكي مراد، يعني العيلة كلها، كل العيلة وقرايب العيلة عيلة مراد بالظبط بقالها 150 سنة بتغني، ما تفهمش ليه. ايوه. مثلا فبعد كده قمت بصيت، قالوا لي ده في استوديو اسمه استوديو بولكلي في اسكندريه، بتاع واحد اسمه توجو بيعمل افلام. فرحت عشان طبعا ابتديت عايز اشتغل اي حاجه. فقال لي انت ما عندكش فكره عن السينما ولا حاجه، لكن اهو اتفرج في البلاتوهات. وهنا ابتديت اخد على البلاتوهات وبتاع. طبعا لما عرفوا هناك ان انا بقى ابتديت السينما، فوالدي جه واخويا جه ازاي سيمه ايه وبتاع، وانا كنت صغير. فخدوني جابوني على القاهره. قعدت في فؤاد الاول 3 سنين، مدرسه فؤاد الاول 3 سنين. خرجت من فؤاد الاول والتحقت بالجامعه الامريكيه.